فايتك كتير لو ما جربتيش الطريقه دي. انا عايزه اقولك ان انا كنت زيك ما بحبش اعملها باستمرار، علشان كان بيبقى فيها شويه زفاره وريحتها كده فيها شويه زفاره. النهارده انسي بقى كل الطرق اللي انت جربتيها، والنهارده هقولك كل الاسرار والتريكات اللي هتخليها معاكي مظبوطه وطعمها حلو قوي، وكمان ما فيهاش ريحه زفاره ولا طعم زفاره. وبحاجه بسيطه قوي هتعمليها في البيت هتضيع معاكي ريحه الزفاره خالص. حطي لايك للفيديو، اعملي شير عشان غيرك يستفاد، وكمان هستنى رايكم في التعليقات لو بتعمليها بنفس الطريقه او ليكي طريقه مختلفه. نبدأ ونسمي الله. هاتي بقى الكمية اللي انت محتاجاها يا ست الكل. انا هنا هستخدم نص كيلو كبد ونص كيلو قوانص. بصي الكبد اللهم بارك فريش ولونها حلو قوي. الخطوة دي مهمة قوي، لازم نجيب القلب اللي بيجي مع الكبدة اللي هو الصغير دوت ونفتحه من النص ونطلع اي تجمع دموي ونشيل العروق الزيادة برضو. نجهز بقى المحلول بتاعنا. هنجيب لتر مية، عليه معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار ملح، ليمونة، وقلبيهم كويس قوي. انقعي بقى الكبدة بتاعتك كده حوالي ربع ساعة، بتفرق قوي. المحلول دوت بيخليش الحاجه كده ريحتها زفاره. نبدا بقى كمان نجهز القوانص بتاعتنا. انا القوانص اللهم بارك كانت متنضفه كويس قوي، عدت عليها كده على السريع. الخطوه دي بقى براحتك، ممكن تسيبي القنصه زي ما هي، بس انا فضلت ان انا هقسمها بالنص. برضه هجهز المحلول بتاعي، لتر ميه عليه معلقتين سكر، معلقتين ملح، ليمونيه كبيره، اعصريها كويس قوي كده. ونقعي برضه القوانص بتاعتك حوالي بتاع ربع ساعه، بتفرق قوي في طعمها، بتضيع ريحه الزفاره. نقعنا بقى الكبد والقوانص حوالي ربع ساعه وغسلناهم غسله كويسه قوي، وسيبيهم بقى في المصفى يتصفوا. ويلا نشوف هنعمل ايه. ركزي بقى يا ست الكل في الخطوه دي، الخطوه دي مهمه قوي، هتضيع لك ريحه الزفاره وطعم الزفاره اللي بيبقى موجود في الكبد القوانص. هاتي كميه الميه المناسبه بتاعتك واغليها على النار، واول ما تغلي معاكي انزلي بالكبده. شايفه الريم اللي على الوش ده؟ هو ده الزفاره اللي بتبقى في الكبده. احنا مش هنسلقها، احنا يا دوبك هننزلها 3 دقايق بالظبط، هتطلعيها على طول من الميه بتاعتك. بعد 3 دقايق بالظبط هطلعها من الميه اللي بتغلي، وهحطها في مصفى واشطفها شطفه كويسه واسيبها جنبي على الرخام. يلا بقى نجهز مع بعض القوانص ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. هاتي بقى الحله بتاعتك او الصينيه او الوك المتاح عندك، انزلي بكميه ميه مناسبه. اول ما الميه بتاعتك تغلي هتبداي تنزلي بكميه القوانص بتاعتك. عندك بصلايه كبيره متقطعه مكعبات، انزلي عليها بشويه ملح وشويه فلفل اسمر ودعكيهم كويس قوي وضيفيهم للقوانص. وكمان حطي معاهم 3 4 ورقات لوري، معلقه توم مفرومه، فلفل احمر او فلفل اخضر حسب ما انت بتحبي. وكل ما الميه بتاعتنا تقل والقوانص بتاعتنا ما استوتش هنزود عليها شويه ميه ونغطيها ونسيبها. عقبال ما القوانص بتاعتنا تستوي نقطع بقى الكبده. ممكن تحطيها زي ما هي، بس انا فضلت ان انا اقطعها تبقى على قد اللقمه، مش عايزاها كبيره قوي. لازم تكون الكبده بتاعتك بردت تماما علشان تعرفي تقطعيها كويس. انا كده بعمل تيست للقوانص بتاعتي، لقيتها استوت، هبدا بقى انزل بكميه الكبده اللي انا محتاجاها. ضفت كمان معلقه توم مفروم. هنزل بقى بكميه الكبده بتاعتي واقلبها كويس قوي. مش هتاخد على النار 10 دقايق، لان الكبده ما بتاخدش وقت كتير في التسويه، والقوانص بتاعتي كانت استوت. اخر حاجه هنزل بمعلقتين كبار سمنه فلاحي، وممكن تستغني عنها، بس هي بتعلي من التست قوي، وبتخلي لك الكبد والقوانص طعمها حلو قوي. ظبطي بقى الملح بتاعك ده اخر حاجه، ولو حابه تحطي قرن فلفل اخضر سبايسي او بارد برضو براحتك. قولي لي بقى بتحبي تقدميها مع مكرونه ولا بتحبي تاكليها بعيش؟ انا عن نفسي بحب اكلها بالعيش قوي، طعمها حلو وما فيهاش ريحه زفاره خالص. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات. ربنا يحسن ما بين ايديكم.